لحقة ولحقة، اليوم راح أسوي معاكم كيكة صارت عليها ضجة، كيكة الأحلام دريم كيك، وعلى طريقتي الخاصة بمكونات سهلة وبسيطة وبطعم لذيذ وحلو، خفيفة وسكرها معتدل ومغرقة شوكولات، لذيذة من الآخر. أول شيء وقبل كل شيء دوروا لكم علبة نفس هالعلبة، يا بتحصلونها عند الوالدة أو علبة خياطة. وفي هالوصفة أنا استخدمت كيك ساريلي على شوكولات، المهم أي كيك تفضلونه ويكون على شوكولات. رصوا الكيك في الصينية، خلوه كقاعدة. بعدها ضيفوا عليه ملعقتين تقريبا طعام من كريمة الخفق وخلوا الكيك يتشربه، صدقوني بيعطيكم طعم ولا أروع. وفي جدر كلش صغير ضيفوا هالمكونات: 3 ملاعق طعام من السكر، و3 ملاعق طعام من الشوكولات البودر، وملعقتين من النشا، وعلبة كاملة من الجيمر، وكوبين من الحليب. وخلطوا المكونات مع بعض، بعدها حطوه على النار لغاية ما يعطيكم القوام الثقيل. بس يا بنات لا تتركون الخلط عشان تحسون بثقل القوام. شوفوا شلون ثقل عندنا القوام. بعدها صبوه فوق الكيك المرصوص، ما عليكم من الجوانب، كل شي راح يتضبط. وحطوه في الثلاجة لغاية ما يبرد، يعني 20 دقيقة. بعدها ذوبوا 3 جلاكسي وصبوه على الوجه، وانا ذوبته في الميكروويف لمدة 40 ثانية. وبعدها دخلوه الثلاجة لمدة تقريبا 20 دقيقة، ورشوا على الوجه كاكاو بودر. وهذه كيكتنا صارت جاهزة، سويتها معاكم بكل حب، علينا وعليكم بألف عافية.